يضم التاريخ البصري للهوية البصرية لنادي برشلونة لكرة القدم 10 تصاميم جديدة لشعار النادي، على الرغم من أن آخرها الذي عقد في عام 2018 جلب شعارا لم يستخدمه النادي أبدا. تمثل جميع الإصدارات الأخرى من الشعار تمثيلا بيانيا لتطور النادي وتقدمه. تم بناء شعاره حول رمز شعاري واحد، ويمكن التعرف عليه على الفور في جميع أنحاء العالم، ويبدو وكأنه تم إنشاؤه اليوم. 1899 1910 تألف شعار برشلونة الأولي من معين شعار محاط بإكليل أخضر مع تاج ذهبي، وكان عليه خفاش أسود بجناحيه مفرودين فوقه، وتميز إطار المعين بنمط هندسي أحمر وأصفر وأبيض. تم تقسيم الشعار إلى 4 أجزاء، حيث يوجد في الجزء العلوي الأيسر والجزء السفلي الأيمن صليب أحمر على خلفية بيضاء، وفي الجزء العلوي الأيمن والجزء السفلي الأيسر خطوط رأسية حمراء وصفراء. اعتماداً على الترتيب يمكن استخدام الشعار بمفرده أو محاطاً بإطار دائري مزدوج مع عنوان نادي كرة القدم برشلونة 1899 بخط عريض بدون تشعبات. 1910 1920 تم تقديم أول تفسير للشعار الأيقوني الذي نعرفه جميعا اليوم في عام 1910، وتميز بدرع مزخرف أنيق بخطوط ذهبية. تم تقسيم الدرع أفقيا إلى قسمين بواسطة لافتة بيضاء عريضة، حيث كتبت الأحرف السوداء FCB بخط بسيط بدون تشعبات. يتكون الجزء العلوي من الدرع من جزئين، الجزء الأيسر مع الصليب الأحمر على خلفية بيضاء، والجزء الأيمن بخطوط عمودية حمراء وصفراء. أما الجزء السفلي من الشعار فكان يتألف من 3 خطوط عمودية حمراء و4 خطوط زرقاء. تم وضع كرة القدم الصفراء بخطوط نظيفة وأنيقة في منتصف الجزء المخطط. 1920 1936 تمت مراجعة الصور الظلية وألوان الشارة لأول مرة في عام 1920، وأصبحت الشارة أكثر إشراقاً بسبب استخدام درجات أفتح من اللونين الأحمر والأزرق. والآن أصبحت اللافتة البيضاء التي تحمل علامة الكلمات تتميز بخلفية صفراء، مما جعل الشارة أكثر بهجة وحماساً. كما تم تغيير شكل الدرع إلى شكل أكثر صرامة وحداثة،